متابعينا، اهلا بكم مع حلقة النهاردة. حلقة النهاردة دي عباية، تمام. هتتضيق من الجنب والكتف هنا ساقط المسافة دي، والكم مظبوط. فطالما الكم مظبوط زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل كده، هناخد من الكتف، ما ناخدش من الكم. خلاص. العباية دي وضعها يختلف عن اللي قبلها. في الحلقة اللي قبلها كنا واخدين الجيرو من اول هنا كده، واخدينه على فوق كده على الكتف. دي وضعها يختلف في ايه؟ انا هقص هنا من هنا كده على فوق. حتى لو الجير وسع كده كده انا هضيق ايه؟ هضيق الجسم. تمام كده، تابعوا معايا اهو كده. فكينا الكمامة اهي. خلاص. هنا بقى انا لو جيت قست الكم بتاعي على العلام اللي انا عامله ده، هتلاقيه مظبوط. بصوا اهو بالطريقة دي كده اهو. بصوا على العلام، هتلاقي جاي هنا ايه عند العلام بالظبط. ان انا اقفل الجنب وهركب الكم بتاعي يجي معايا مرتاح. تمام. ليه بقى احنا قصينا من هنا؟ عشان كده كده انا هضيق العباية، عشان الزبون عايزة تجسمها وتلغي الحزام. تمام كده اهو على العلم ده كده، وهنجسم وهنقفل هنا. بعد كده ارجع اركب الكم تاني، اركبه وارجع لكم اهو يا جماعة. بعد الكمام ما ركبت وضيقنا الجناب، تمام اهو. الكم جاي معاه مرتاح اهو، اهو بالشكل ده كده اهو. بس لسه معنا طبعا، لسه هيتكوي. وادي الجنب اهو. خلاص ضيقنا الجناب عادي. بعد كده ركبنا الكم اهو. ضيقنا الجناب وبعد كده ركبنا الكم عادي خالص كده. احنا رفعنا الكم وضيقنا الجنب. خلاص. نخش بقى على ايه؟ التقصير بتاع العباية. هنا احنا معلمين الديل اهو. طبعا كده اهو. تمام. قبل ما اقص بظبط الديل على بعضيه عشان ما يبقاش فيه عالي وواطي. لازم قبل ما احط المقص في اي حاجه لازم ايه؟ اظبط الاول ايه الحاجه دي، عشان طالما اتحط فيها المقص ما ينفعش تتصلح تاني. خلاص انا كده علمت ومشيت على العلام بتاعي اهو بالطريقه دي كده. خلاص وهبدا اقص اهو بالشكل ده كده. بعد كده بقى هعمل اوفر واتني الديل على ايه؟ على العلام اللي انا عامله. اهي يا جماعه بعد ما خلصت العبايه كلها، خلاص ده كده الفينش الاخير بتاع العبايه اهو. خلاص بعد ما رفعنا الكم وتنينا ايه؟ وتنينا الديل اهو. تمام كده. يبقى كده العبايه ايه؟ العبايه خلصت. انا بلاحظ بقى يا جماعه ساعات حاجات بتيجي، يعني واحد مثلا ايه عايز يرفع الكم، ما بيفكش بقى ويعمل زي ما احنا بنعمل كده، لا بيروح جاي واخد الاتنين دول مع بعض هم على قفلة العباية، ويروح جاي واخد الاتنين دول مع بعض كده من جوه، ويروح ايه؟ ويروح ضاربهم بونت 2 سنتي 3 سنتي من جوه. تبص تلاقي طبعا دي عمرها ما تنفع، لان ايه؟ الجيرو هنا ضيق، الجيرو هنا بتاع الكم صغير. خلاص. وجيرو العباية هنا كبير. لما اجي ناخد بقى من الصغير هنا، من الصغير ده للكبير، استحالة هيجي معايا مظبوط. لازم هيعمل معايا هنا فين؟ في العباية هنا. هتبص تلاقي عامل تشريب كتير قوي. فدي ناس بتستسهل الطريقة دي، بتاخد الاتنين من جوه حفنة واحدة كده، وتروح حفناها مع بعضها وتروح عاملاها بونت مكنة. بص تلاقي هنا كل ده كده تشريب في الصدر والظهر.
انما الطريقة الصح اللي احنا بنوريها لكم دي. وكده خلصت الحلقة. يا ريت لو قدرت افيدك ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع تحيات اخوكم نبيل سامي.